الا ضربنا طلع على تاريخ فرنسا قبل اليورو 84 غادي نلقاو ضعيف بزاف، حيت بزاف باش كيتاهلوا للمسابقات القاريه، وحتى الا تاهلوا فحدهم دور المجموعات. الدوري ديالهم كان ملقب دوري الفلاحين حيت عمرهم ربحوا دوري الابطال. لكن هادشي كامل غادي يتبدل مع ظهور الاسطوره ميشيل بلاتيني، لاعب اللي دخل اليورو 84 من بعد ما حصد الاخضر واليابس مع السيده العجوز، ومتوج باخر جوج كرات ذهبيه. البطولة منظمة على أراضي فرنسا، هاد الأخيرة اللي ما كانت مرشحة بتاتا، لدرجة حتى اللي سولت الفرنسيين براسهم ما غاديش يرشحوها. بدات البطولة وفي دور المجموعات بلاتيني غادي يسجل 7 ديال الأهداف، منها 2 هاتريك على التوالي، وغادي تصدر المجموعة ديالو في مفاجأة تاريخية. في نصف النهائي طاحوا مع البرتغال اللي كانت في أوج العطاء آنذاك، 90 دقيقة والتعادل السلبي مسيطر على المقابل حتى الوقت الإضافي، وغادي يخرج ميشيل بلاتيني مسجلا هدف التأهل. الفينال غادي تلاقى فرنسا مع منتخب لاروخا، غادي ماركي بلاتيني هدف في الشوط الاول وغادي يسالي الماتش ب2-0، وتوجت فرنسا باول لقب قاري ليها في تاريخ بفضل الاسطوره ميشيل بلاتيني اللي سجل في ديك النسخه 9 ديال الاهداف وتوج بالكره الذهبيه الثالثه على التوالي.